يقول لك كل الناس خير وبركة. لا يا عزيزي، طبعا مش كل الناس خير وبركة. والله في ناس خير وبركة إنهم مش موجودين بحياتنا، وفي ناس خير وبركة إنهم طلعوا من حياتنا. في ناس خير وبركة إن الدنيا عمرها ما بتخلينا نلتقي معاهم. الخير والبركة يا سيدي الفاضل في الناس اللي فعليا بيخلوا حياتنا فيها خير وفيها بركة. الخير والبركة في الناس اللي فعليا لما بيدخلوا حياتنا هنشكر الله على وجودهم. مش كل الناس بتناسبنا، ولا احنا كمان بنناسب لبعض الناس. عشان كده عمرك بحياتك ما تعمم ولا تعطي نفس المشاعر للجميع. صدقني، الإنسان اللي قادر يخصص ويعرف مكانه ما بين الناس وينتقي الناس المناسبين لحياته هو أكتر إنسان قادر يعيش حياته بكل اتزان وبكل راحة. ومرات بيكون نسبة تعرضه للخيبات أقل بكتير جدا من الإنسان اللي ما بيعملش حساب لنفسه. والإنسان اللي قادر فعليا يكون معطاء لكل الناس بدون حسيب أو رقيب وكل الناس خير وبركة، صدقني في النهاية راح يدور على الخير والبركة ما راح يلاقيه فيهم، لأنه راح يكون استنفذهم مع ناس لا تستحق. وأحيانا في ناس ما تستحق حتى السلام.